بص بقى الخبر اللي منتشر بقى اليومين دول بيقول لك ان في المطارات في القاهره وزير الطيران المصري اعلن ايه بالظبط؟ اعلن ان ما بقاش في اي ورق بيتكتب قبل ما بنطلع من المطار او ان احنا واحنا راجعين مصر. احنا الاول كنا بنعمل ايه؟ كان في ورقه كده كنا بناخدها سواء كنت مصري او اجنبي، بتكتبها وانت في الطياره عشان وانت نازل تبقى تديها لظابط الجوازات، او العكس لو انت طالع برضو من المطار فبتكتب الورقه دي وبتديها لظابط الجوازات جانب الباسبور، يعني جنب الباسبور. انا بقى ليه بعمل الفيديو ده؟ لان انا بوجه كلمه للناس اللي قعدت تشتم فيا في الكومنتات لما انا نزلت عن الموضوع ده وقلت ايه لازمه الورقه دي. وكان في ناس اللي هي بقى بتحب تزيد في الزيت، تقول لك انت مش فاهمك، انت مش عارف ايه ده، هي كده الموضوع صح ومش عارف كذا. هيتلغت برضو. لما جيت اتكلمت على الضريبه بتاعه التليفونات وقلت ان احنا بنستخدم تليفون تاني صغير نفتح منه هوت سبوت ونشغله، تليفون مصري يعني صغير، في ناس راحت شتماني بقى وقالت لي عبقريني ولا عامل نفسك فاهم كل حاجه وكده. عايز اقول لكم ان مصر دلوقتي اكترها بقت ماشيه بتليفونين وفاتحه بيهم هوت سبوت. فمعلش يا جماعه لما اقول لكم فيديوهات ابقوا استحملوني، عشان بعديها بشهر شهرين ثلاثه حتى لو سنه بتلاقي الموضوع من الفيديوهات اللي انتوا شتمتوني فيها في يوم من الايام. والمشكله ان مفيش يعني الناس ما بتشتمش بمعنى الشتايم، لا دي بتطلع العقد من صغرهم. يعني ابوهم كان بيكهربهم فيطلع الكهرباء كلها في الكومنتات. يلا بقى معلش تطلعوا من مصر وترجعوا مصر بالسلامه كده. وهل في بلد تانية برضو بتعمل موضوع الورق ده؟ عشان المفروض يخلصوه بقى خلاص.